السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا رب ما يقطعنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. بمناسبه رامز وكده النهارده هنبدا في المناعه في النبات باذن الله. طيب انت عندك الفصل الثالث هقسمه على 3 فيديوهات، هو اصلا 3 دروس مناعه في النبات والانسان، وبعد كده الدرس الثالث. طيب عندنا النهارده المناعه في النبات باذن الله. مقدمه عن المناعه في النبات. بص، مقدمه عن المناعه عامه. طيب الكائنات الحيه بتتعرض لتهديد مستمر سواء من مصادر حيويه او مصادر غير حيويه. يعني ايه مصادر حيويه وغير حيويه؟ الحيويه زي بعض حشرات عندك بكتيريا، فطريات، اوليات حيوانيه، فيروسات وغيرها. دي مصادر حيويه بتضر بالكائن الحي. مصادر غير حيويه زي الحوادث مثلا، الكوارث الطبيعيه زي اللي حصل مع الديناصورات او انقراض. يعني عندك اختلال عناصر البيئه، دي كلها مصادر غير حيويه بتؤدي او بتعرض حياه الكائن الحي لمخاطر او للانقراض. طيب احنا عرفنا المصادر الحيويه والغير حيويه في مخاطر، فبالتالي الكائنات الحيه دي هينشأ عندها مناعه لانها في صراع دائم مع الكائنات اللي بتسبب لها تهديد مستمر، فبتطور من آليات الدفاع عندها من أجل البقاء. يعني مثلا تطور نظام الدفاع، في مثلا ممكن تغير لون الجسم، تغيير لون الجسم بغرض التمويه زي الحرباية. عندك السموم او اللي هو افراز السموم زي التعابين مثلا عشان تحمي نفسها. الجري نص الجدعنه. الجري او رهوب من الحيوانات الفريسه، يعني بتجري، هتلاقي الفريسه اللي بتجري من المفترس. ايه البديهيات دي؟ فريسه بتجري من المفترس، طبيعي جدا. طيب فانت عندك بينشأ نظام دفاع او ما يسمى بالمناعه. المناعة دي إما تكون موروثة أو فطرية بمعنى أصح، اللي هو أنت مولود بيها، أو مناعة مكتسبة أو تكيفية، أنت اكتسبتها عشان يحصل لك تكيف للبيئة، تكيفية. موروثة أو مكتسبة. المناعة إيه هي المناعة؟ مقدرة الجسم من خلال الجهاز المناعي على مقاومة مسببات الأمراض والأجسام الغريبة، بيمنع دخولها أو لو دخلت بيهاجمها ويمنع انتشارها. طيب أنا النهاردة بإذن الله أتكلم عن المناعة في النبات بالأخص. النبات بيواجهوا تهديد مستمر زي باقي الكائنات الحية. مسببات المرض والموت عند النبات، ايه الحاجات اللي بتسبب مرض وموت عند النبات؟ مسببات الامراض هتلاقي عندك اعداء خطرة زي ايه؟ حيوانات الرعي، فطريات، حشرات، بكتيريا، فيروسات الى اخره. ده بيضر النبات، بيعرض النبات لأضرار بليغة أو أضرار بالغة قد تودي بحياة النبات أصلا. عندك إيه تاني؟ عندك الظروف غير الملائمة.
زي ايه الظروف الغير ملائمه؟ حراره عاليه، بروده، تغير في الجو عامه، حراره او بروده او نقص او زياده في الميه، تغير عناصر التربه ونقص العناصر الغذائيه، يعني التربه غير ملائمه زي ما انا قلت لك. دي ظروف غير ملائمه. هي والمواد السامه زي الدخان، العوادم، مخلفات مصانع، أبخرة سامة مثلا، مبيدات حشرية، صرف صحي غير معالج، الكلام ده كله بيحصل ايه؟ الظروف غير ملائمة والمواد السامة الاتنين دول بيجيبوا للنبات أمراض يمكن علاجها أو يمكن تلافيها. بس في بعض المواد السامة لا بتموت النبات، أما الأعداء الخطرة ده موت النبات حرفيا خلاص. طيب فبينشأ عندك مناعة في النبات، إما موروثة فطرية إما مكتسبة أو تكيفية. فالمناعة في النبات عندك حاجتين، يا إما مناعة تركيبية، عندك مناعة تركيبية في النبات، أو مناعة بايوكيميائية. الكلمة مش راضية تتكتب والله. ماشي، مناعة تركيبية أو مناعة بايوكيميائية. المناعة التركيبية بتشمل حاجتين، حاجة موجودة سلفا في النبات. التركيبية تشمل حاجتين موجودة أصلا في النبات أو بيقول عليها موجودة سلفا في النبات، وفي مناعة تركيبية بتنشأ كنتيجة للإصابة. نتيجة للإصابة، هي بتكونش موجودة بس بيتم إفرازها وقت الإصابة، فبتكون موجودة وقت الإصابة أو نتيجة للإصابة. اللي موجودة في سلفا في النبات الأدمة الخارجية لسطح النبات، الأدمة الخارجية أو الخارجية لسطح النبات. طيب الأدمة الخارجية لسطح النبات، وإيه تاني؟ الجدار الخلوي. بص أقول لك على حاجة، الأدمة الخارجية لسطح النبات هي وسيلة أو خط الدفاع الأول في النبات اللي بيمنع دخول الميكروب أصلا، زي الطبقة الشمعية أو الشعيرات أو الأشواك. الطبقة الشمعية في أصلا لو ما تعرفش يعني أو أنت هتلاقيك عارف الحتة دي، اللي هي طبقة الكيوتيكال اللي بره. في طبقة اسمها الكيوتيكال اللي بتتكون من الكيوتين، بيعلوها طبقة شمعية، ودي مادة كارهة للماء، يعني بتمنع دخول أصلا ما بيتجمعش عليها مية، فبيمنع انتشار الميكروبات عليها أو بيمنع بمعنى أصح دخول الميكروبات. طيب الشعيرات أو الأشواك دي بتمنع تجمع المية، بتمنع أكل النبات أصلا من حيوانات الراعي وغيره، مما يقلل فرصة الإصابة بالأمراض. طيب الجدار الخلوي، الواقي الخارجي برضو بيقي النبات من ايه؟ لان الجدار الخلوي عامل كده وجواه غشاء بلازمي والخليه بقى نفسها بتاعت النبات، فالجدار الخلوي ده مغلظ عليه سليلوز وبعد كده اتغلظ عليه لجنين، فهو نفس الكلام بيمنع دخول الميكروب لداخل النبات. فدي يعتبر مناعه بالجدار الخلوي، يعني يعتبر مناعه تركيبيه بس موجوده سلفا في النبات او موجوده اصلا في النبات. طيب اللي بتتكون وقت الاصابه اللي برضو مناعه تركيبيه، انا لسه في التركيبيه ما دخلتش على البايوكيميائيه، انا لسه في التركيبيه، قلت موجوده سلفا في النبات زي الطبقه الادمه الخارجيه لسطح النبات او الجدار الخلوي، دي اللي موجوده سلفا في النبات، او النتيجه للاصابه زي ايه هنقولهم دلوقتي. اللي موجوده سلفا لوقت الاصابه، الموجوده قصدي بعد الاصابه، تكوين الفلين. يعني ايه؟ حصل قطع او تمزق للنبات، يعني انت مثلا عندك خلايا اهي، خلايا مثلا معينه حلو، فوقها فلين، طبقه من الفلين، حصل قطع، جيت قطعت الحته دي كده،
خدت الحته دي وانا ماشي حرفيا قطعت مثلا جزء كبير من النبات، ايه اللي يحصل عندك؟ الخلايا دي بقت معرضه للهواء الجوي، معرضه للاصابه بالمرض او بالامراض او الفيروسات. فايه اللي بيحصل؟ بيكون لك طبقه فلين هنا كده. يعني ايه؟ يعني منعت دخول الميكروب اصلا، مش منعت انتشاره، لا انا منعت دخوله. ركز في النقطه دي عشان هتحتاجها بعدين. في معلومات بتقول لك ان في مناعه بتمنع دخول الميكروب، وفي وسائل دفاع بتمنع انتشار الميكروب. فتكون الفلين من الحاجات اللي بتمنع دخول الميكروب اصلا. تكون فلين عشان الخلايا اللي حصل لها قطع عندها ما تتعرضش للميكروبات. جميل. بيحصل قطع نتيجه لايه؟ نمو النبات في السمك، جمع الثمار مثلا، سقوط اوراق، او الانسان نفسه يعني، او تعدي الانسان والحيوان عليه. ده تكوين الفلين نتيجه للاصابه. عندك تكوين التيلوزات. ايه التيلوزات دي؟ عارف الوعاء الخشبي، الوعاء الناقل؟ بيتكون من خلايا بارنشيمية. طيب ماشي. الخلايا غير حيه، غير حيه. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان دخل ميكروب جوه، عايز امنع انتشاره، اكون تيلوزات، حاجات كده بتمنع انتشار الميكروب داخل النبات. تيلوزات يعني ايه؟ تمدد للخلايا البارنشيمية، يعني مواد زائدة بتنشأ نتيجة تمدد للخلايا البارنشيمية المجاورة لقصيبات الخشب. تمام؟ لأن قصيبات الخشب نفسها خلايا غير حية بتغلظها بالجنين أساسا. طيب أنا بكون تيلوزات من مواد زائدة للخلايا البارنشيمية المجاورة لقصيبات الخشب عشان يمنع أو تعوق حركة الميكروب داخل النبات. جميل. طبعا بسبب تعرض النبات للقطع او التمزق او غيره. طيب عندك طريقه الدفاع الثالثه اللي بتتكون نتيجه الاصابه بالمرض، ومن ضمن المناعه التركيبيه هي تكوين، احنا قلنا ايه؟ قلنا الفلين والتيلوزات، يبقى ترسيب الصموغ. ترسيب الصموغ. اكيد شفت نبات قبل كده لما تيجي مثلا تروح جاي خبطه بحاجه قويه وما حصل، عملت له جرح في الطبقه الخارجيه اللي بره، هتلاقيه بينزل سائل معين، احيانا بيكون لونه ابيض او الوان تانية يعني. طيب ده اسمه ترسيب صموغ. النبات تعرض لجرح او تمزق، ايه اللي بيحصل؟ بيرسب صموغ عشان يمنع دخول ميكروب للداخل. يبقى بيرسب ماده او ماده صمغ حول موضع الاصابه عشان يمنع دخول ميكروبات داخل النبات او من خلال الاجزاء المجروحه. طيب عندك ايه تاني؟ التراكيب المناعيه الخلويه. ماشي. تراكيب مناعيه خلويه. ايه هي التراكيب المناعيه الخلويه دي؟ تراكيب خلويه في النبات بس بيحصل ليها بعض التغيرات عشان يمنع انتشار الميكروب داخل جسم النبات. تراكيب مناعية خلوية دي خلايا جه فطر رخم حرفيا عمل كده. ده ايه؟ ده غزل فطري. ايه اللي بيحصل؟ ده كده فطر يعتبر، او خيط فطري يعني، يعتبر معارض للنبات، كائن ممرض للنبات بيعرض النبات للخطر. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انتفاخ للجدار الخلوي. الجدار الخلوي ده كده يحصل له انتفاخ ويكون مادة هنا كده، مادة عازلة بتمنع انتشار الميكروب. الميكروب دخل ولا لأ؟ الميكروب اخترق النبات
بس المادة اللي اتكونت التراكيب المناعية الخلوية حصل انتفاخ للجدار الخلوي عشان يؤدي لتثبيط اختراقه او وقف الاختراق يعني، وفي نفس الوقت حاطط خيوط الغزل الفطري دي بمادة عازلة او بغلاف عازل حتى يمنع انتقاله من نسيج لاخر او من خلايا الاخرى. فالكلام ده كله منع انتشار الميكروب مش دخوله. الميكروب دخل بالفعل بس انا منعت انتشاره من خلال تركيب مناعة خلوية. اخر حاجة في المناعة التركيبية اللي بتتكون نتيجة للإصابة هي التخلص من النسيج المصاب أو ما تسمى بالحساسية المفرطة. يعني إيه؟ نسيج حصل له ضرر، ورقة كانت متعلقة في النبات، الحتة دي اتصابت دخل لها ميكروب، أنا عايز أمنع انتشاره، بقطع الورقة وارميها، برمي الورقة بعيد اللي بتقع لوحدها سواء في الخريف او بيتخلص منها النبات بنفسه. اعتقد انت خدتها في ثانيه ثانوي، كان بيرسب كالسيوم او حاجه، مش فاكر كان بيرسب ايه بالظبط، بس كان بيتقل الورقه عشان تقع. طيب فانت اتخلصت من النسيج المصاب عن طريق قتل انسجته المصابه قتل الانسجه. طيب اتخلصت عن كائن ممرض، قصدي عن طريق قتل الانسجه لمنع انتشار الكائن الممرض للانسجه السليمه. فنفس الفكره، الميكروب دخل بالفعل بس انا منعت انتشاره. ليه بقول كده؟ عشان انت عندك وسائل مناعيه تركيبيه، انا بتكلم في التركيبيه اصلا كلها، تمنع دخول، يعني بص الوسائل المناعية التركيبية دي تمنع دخول الميكروب. وسائل مناعية تركيبية بتمنع انتشار الميكروب. حلو. اللي بتمنع دخول الميكروب ايه هي؟ الأدمة الخارجية. الأدمة الخارجية، الجدار الخلوي، والاتنين دول موجودين سلفا في النبات. عندك حاجتين كمان، تكوين الفلين وتكوين او ترسيب ترسيب الصموغ. الاربع حاجات دول بيمنعوا دخول الميكروب داخل النبات. طب الميكروب دخل، عايز امنع انتشاره بوسائل مناعة تركيبية بتمنع انتشار الميكروب. عندك برضه 4 حاجات، تكوين التيلوزات. التيلوزات اللي هي تمددات في الخلايا البرانشيمية عشان يمنع انتشار الميكروب داخل كبدة الخشب او عشان ما ينقلش الميكروب يعني جوه النبات. ده تكوين تيلوزات. عندك الحساسية المفرطة او التخلص من النسيج المصاب عن طريق ايه؟ قتل الانسجه. يعني بتتخلص من الكائن الممرض عن طريق قتل الانسجه، او انك توقع الورق او النسيج المصاب، يعني بتقطعه تتخلص منه. دي حساسيه مفرطه. عندك تكوين او الوسائل المناعيه التركيبيه، الوسائل المناعيه الخلويه او التركيب المناعي الخلويه، اللي هو انتفاخ الجدر الخلويه او الجدار الخلوي، وتكوين غلاف عازل يمنع انتشار الميكروب حول خيوط الغزل الفطري عشان يمنع انتشار الميكروب. طيب عرفت المناعة التركيبية في النبات، عرفت اللي موجودة سلفا في النبات زي ايه وايه، زي الأدمة الخارجية والجدار الخلوي. عرفت اللي بتتكون نتيجة للإصابة زي تكوين التيلوزات، تكوين الفلين، ترسيب الصموغ، وسائل مناعية تركيبية، وسائل مناعية قصدي خلوية.
التخلص من النسيج المصاب او الحساسيه المفرطه. خلصت المناعه التركيبيه في النبات. نخش على المناعه البيوكيميائيه ونكون خلصنا المناعه كلها في النبات. يعني ايه مناعه بيوكيميائيه؟ استجابات النبات لافراز مواد، حلو، مواد كيميائيه ضد الكائنات الممرضه. دي المناعه البيوكيميائيه. بتضم 3 حاجات: المستقبلات او الريسبتورز، مستقبلات او الريسبتورز، مش المستقبلات او الريسبتورز دي بتدرك وجود الميكروب وتنشط المناعه الموروثه في النبات. حلو، بتنشط دفاعات النبات. يبقى مركبات، دي المستقبلات او الريسبتورز، مركبات بتكون موجوده في النسيج المصاب ولا السليم؟ الاثنين. بتتعرف على الميكروب، بيزداد تركيزها لما تتعرف على الميكروب، يعني بيزداد تركيزها في النسيج المصاب. وظيفتها حاجتين: ادراك الميكروب. الميكروب بيحصل ايه لما تدرك الميكروب؟ تنشط. يبقى الوظيفه الثانيه تنشيط المناعه او الجهاز المناعي الموروث، تنشيط المناعه الموروثه. حلو، دي المستقبلات او الريسبتورز. مناعه بيوكيميائيه. طب المناعه، الجزء الثاني من المناعه مواد كيميائيه مضاده للكائنات الحيه، الكائنات الدقيقه. لو قلت لك كائنات دقيقه او ميكروب او فيروس او بكتيريا، كل الحاجات دي اسمها فيروسات. سواء كائنات دقيقه، فيروسات، كلام من ده، اعرف ان هي كائن ممرض. ماشي، سواء اختلف اسمها، بس انا اقصد القصد واحد، يعني هي نفس المعنى كلها. ماشي، يبقى مواد كيميائيه مضاده للكائنات الدقيقه. والله لا اكتبها الفيروسات عشان اعرفك ان هم كلهم زي بعض. للفيروسات، مواد كيميائيه مضاده للفيروسات. وعندك مواد بروتينيه برضه او بروتينات مضاده للكائنات الدقيقه او للميكروبات. خلينا ننوع كده، الميكروبات عشان كلهم زي بعض. ميكروب، فيروس، كائن دقيق، كلهم نفس المعنى. اتس ذا سيم مين يا معلم. طيب مواد كيميائيه مضاده للفيروسات وبروتينات مضاده للفيروسات. فلو اما اقول لك مواد كيميائيه مضاده للفيروسات فاكيد مش بروتينات يعني. المواد الكيميائيه المضاده للفيروسات في منها موجود في النبات، موجود سلفا في النبات، وفي منها ينشأ نتيجه للإصابة. حلو. المستقبلات أو الريسبتورز اللي هي أول نوع من المواد البيوكيميائية من المناعة البيوكيميائية كانت موجودة سلفا في النبات، بس بتزداد وقت الإصابة. يعني هي موجودة في النبات سواء السليم أو المصاب، بس بتزداد وقت الإصابة. المواد الكيميائية المضادة للفيروسات في موجود أصلا وفي بيزداد وقت الإصابة. الموجودة سلفا في النبات، الموجودة سلفا في النبات، او مش شرط تكبر دماغك، يعني هما في موجود سلفا وفي بيتكون وقت الاصابه، بس هو مديك امثله عليهم مش مفرق لك بينهم. حلو. عندك الفينولات او جلوكوزيدات واحماض امينيه غير بروتينيه. المواد الكيميائيه نوعين: مواد كيميائيه مضاده للميكروبات او الفيروسات. في فينولات او جلوكوزيدات، وفي مواد او احماض امينيه بس غير بروتينيه. احماض امينيه غير بروتينيه. يعني ايه غير بروتينيه؟ يعني بتخشش في بناء البروتين بس بتستخدم كمواد واقيه. ماشي، عشان بتشمل مركبات كيميائيه سامه للكائنات الدقيقه او للميكروبات او للفيروسات. ماشي.
المواد دي كلها بتثبط نمو النبات او بتقتله، يعني مواد سامه للكائنات الدقيقه، يعني بتقتلها او تثبط نموها، سواء فينولات او جلوكوزيدات او احماض امينيه غير بروتينيه. ودي في منها الكنفانين انا عايز اغير الخط بس والله لا اكتب بالاسود الكنفانين والسيفالوسوبرين. احماض امينيه غير بروتينيه، كنفانين وسيفالوسوبرين. دي مواد كيميائيه سامه للكائنات الدقيقه، يعني بتقتلها او تمنع او تثبط نموها. حلو. البروتينات المضاده للميكروبات. بروتينات نتجدها بعض النباتات بس مش موجودة في النبات. يعني ايه اللي حصل لها؟ تم انتاجها وقت الإصابة. عايز أأكد عليك تاني، المستقبلات أو الريسبتورز كانت موجودة في النبات، يعني موجودة في النبات السليم وموجودة في النبات المصاب، بس بتزداد وقت الإصابة. مواد كيميائية مضادة للفيروسات اللي مش بروتينات، يعني مواد كيميائية مضادة للفيروسات دي بتكون في منها موجود سلفا في النبات، وفي منها اللي بيتكون وقت الإصابة. البروتينات المضادة للميكروبات بتكون موجودة أصلا، بتكون قصدي مش موجودة، بتتكون وقت الإصابة، تنشأ نتيجة للإصابة. أنا بسجل وأنا صايم بس، فتلاقيني مفيش كوباية قهوة جنبي ولا حاجة، فتلاقيني مصدع بس. طيب، عندك المستقبلات او الريسبتورز بتدرك الميكروب وتنشط المناعه الموروثه. عندك المواد الكيميائيه المضاده للفيروسات، في موجوده وفي غير موجوده او بتنشا وقت الاصابه. عندك المواد الكيميائيه دي في منها فينولات وجلوكوزيدات. وعندك احماض امينيه غير بروتينيه زي الكنفانين والسيفالوسوبرين، ودي كلها مواد سامه للنبات مواد سامه للكائنات الممرضه بتثبط نموها او تقتلها. البروتينات المضاده للميكروبات ودي غير موجوده في النبات، بيتم انتاجها او النبات ينتجها وقت الاصابه عشان يحمي نفسه. وظيفتها هقول لك على حاجه. فاكر وظيفه الكبد في الانسان كان بيعمل ايه؟ كان بيحول المواد السامه لمواد غير سامه. حلو، نفس الفكره بالظبط. في عندك البروتينات المضاده للميكروبات زي انزيمات نزع السميه، دي بتحول السموم لمواد غير سامه. البروتين المضاد للميكروبات عندك انزيمات نزع السميه، بتعمل ايه؟ بتعمل على تحويل المواد السامه الى مواد غير سامه للنبات. حلو. المواد اللي بتتكون بعد الإصابة بتساعد النبات على تقوية المناعة، عشان المواد اللي اتكونت دي بتفضل موجودة في النبات. يعني بعض النباتات بتقوم بتعزيز أو تقوية دفاعاتها بعد الإصابة عشان تحمي نفسها من أي إصابة جديدة، عشان الاستمرار وجود المواد الكيميائية اللي اتكونت نتيجة الإصابة. أحب أقول لك إن إحنا خلصنا المناعة في النبات، المناعة التركيبية والبايوكيميائية، ما ناقصش غير دور الإنسان في كيفية حماية النبات. عايز أقارن لك سريعا بين المناعة التركيبية والبايوكيميائية. التركيبية والبايوكيميائية. التركيبية
حواجز أو تراكيب طبيعية تمثل خط الدفاع الأول لمنع دخول مسببات المرض. حلو. بتتضمن نوعين لمنع دخولها أو منع انتشارها، عشان في موجود سلفا في النبات. هقول لك على حاجة، بتتضمن نوعين من الآليات، هما إيه؟ وسائل مناعية تركيبية موجودة في النبات، موجودة سلفا في النبات أو موجودة أصلا، وتتكون وقت الإصابة أو النتيجة للإصابة. الموجودة سلفا في النبات إيه هما؟ الجدار الخلوي، عندك الأدمة الخارجية لسطح البشر لسطح النبات اللي بتكون وقت الإصابة، تكوين فلين، تكوين تيلوزات، ترسيب صموغ، وسائل مناعية خلوية، حساسية مفرطة أو التخلص من نسيج المصاب. حلو. البايوكيميائية، استجابة النبات لإفراز مواد كيميائية مضادة للبكتيريا أو الفيروسات أو الكائنات الدقيقة. حلو. أو ضد الكائنات الممرضة. عندك منها تتضمن 3 آليات: مستقبلات أو الريسبتورز اللي بتعرف على الميكروب وتنشط الجهاز المناعي الموروث، ودي بتكون موجودة سلفا في النبات، يعني موجودة في النبات السليم أو المصاب بس بتزداد وقت الإصابة. عندك إيه تاني؟ مواد كيميائية مضادة للكائنات الدقيقة أو للفيروسات. دي فينولات وجلوكوزيدات. المواد الكيميائية المضادة للكائنات الدقيقة بتكون موجودة سلفا في النبات أو بتكون وقت الإصابة، في منها نوعين. طيب عندك فينولات أو جلوكوزيدات، وعندك أحماض أمينية بس غير بروتينية، يعني بتخش في تركيب البروتين، هي بس مادة بتساعد النبات، مادة مناعية بتساعد النبات على التخلص من الميكروبات، يعني زي الكانافالين والسيفالوسوبرين. دول بيعملوا إيه؟ سواء الفينولات أو جلوكوزات أو الكانافالين والسيفالوسوبرين، دول كلهم بيقتلوا النبات. دول مواد سامة بيقتلوا النبات. إيه بيقتلوا؟ كل مرة بقولها بيقتلوا النبات، بيقتلوا الكائنات الدقيقة أو بيثبطوا نموها. طيب عندك بروتينات مضادة للفيروسات زي انزيمات نزع السمية، اسمها انزيمات نزع السمية، بتنزع السمية من مواد السامة. فانزيمات نزع السمية بتحول مواد السامة لمواد غير سامة للنبات. حلو. دور الإنسان في حماية النبات. دور الإنسان في حماية النبات من الفيروسات أو من الميكروبات أو من الكائنات الممرضة، الكائنات الدقيقة. ماشي. الإنسان ليه دور في حماية النبات من الميكروبات، لأنه أصلا هو اللي بيحتاجه، يعني في الأول والآخر إحنا اللي بنحتاج النبات أكتر. فلازم يستحدث طرق جديدة لوقاية النبات وحمايته من الكائنات الممرضة، زي استعمال مبيدات للقضاء على الأعشاب الضارة للنبات، مقاومة الحشرات بطرق مختلفة، حث النبات على مقاومة الأمراض النباتية فيما يعرف بالمناعة المكتسبة. عندك تربية أو إنتاج سلالات نباتية مقاومة للأمراض والحشرات، عندك تربية نباتية أو هندسة وراثية. يبقى دور الإنسان في حماية النبات. مبيدات حشرية، استعمال مبيدات حشرية للقضاء على المواد الأعشاب الضارة يعني للنبات. مقاومة الحشرات، مقاومة الحشرات بطرق مختلفة عشان الحشرات دي كانت ممرضة للنبات. ماشي. حث النبات على مقاومة الأمراض، حث النبات على مقاومة الأمراض النباتية فيما يعرف بالمناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة
او تكيفية. عارف لما احقنك بمصل؟ طيب انتاج سلالات جديدة، سلالات مقاومة للأمراض عن طريق حاجتين: تربية نباتية، أو هندسة وراثية. عذرا على الخط بس انت سامعني. سلالات مقاومة للأمراض عن طريق التربية النباتية أو هندسة وراثية. الهدف من التربية النباتية انك تنتج سلالات مقاومة للأمراض عن طريق ايه؟ اختيار النباتات اللي بتوفر فيه الصفات المناسبة اللي انت عايزها، والعمل على تهجينها مع نباتات أخرى. حلو. والتكرار طبعا اللي انت عملته ده عدة مرات عشان تحصل في الآخر على نبات مقاوم للمرض أو نبات ذات الصفات اللي انت عايزها أو المرغوب فيها. ماشي، دي التربية النباتية. الهندسة الوراثية تعديل جينات النبات، يعني بتتعامل مع المادة الوراثية للكائنات الحية عن طريق فصل أو قطع أو استئصال أو الإدخال لأجزاء منها من كائن حي لكائن حي آخر. بتعامل الهندسة الوراثية اسمها هندسة وراثية، بتعامل مع المادة الوراثية، يا إما الجين أنا عايزه من نبات لنبات تاني. فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ تتفرجش على مسلسلات رمضان ها؟ اوعى. طيب بهدف ايه؟ بهدف زيادة الجين ده والحصول في الآخر على سلالات مقاومة للأمراض. أحب أقول لك إن إحنا خلصنا المناعة في النبات، الدرس الأول كله، ودور الإنسان في حماية النبات. ده كل الدرس. اعمل نفسك ملخص سريع انضف من اللي انا عامله ده بامانه. يعني انت هيبقى قدامك الورقه كلها كامله تعرف تظبط الدنيا بنفسك، انما انا بكتب في جزء صغير في الاخر بتجمعهم بشوفهم زي الخرا. فانت اكتب لنفسك، اعمل نفسك سكيمه او خريطه ذهنيه تلم فيها الدرس معايا. واشوفكم على خير، ربنا يوفقكم جميعا. الامتحان او بلاش، هو كان في امتحان هرمونات يوم الجمعة 14 مارس، هو بكرة في وقت تسجيل اللي انا بسجل فيه المناعة، هو بكرة، بس الفيديو ده هينزل بعد ما الامتحان يكون خلص. الامتحان على 1000 جنيه عامة، بس ليه بقولك دلوقتي؟ عشان تاخد بالك ان انا هعمل امتحان على باب، يعني احنا خلصنا امتحان التعامل والحركة وامتحان الهرمونات. لو انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي يبقى خلصنا امتحان الهرمونات. في امتحانات جاي على كل باب، يعني امتحان على التكاثر، وامتحان على المناعة، وامتحان على التي ان اي والار ان اي، وامتحان على الجيولوجيا، جزء الجيولوجيا. كل امتحان فيهم على 1000 جنيه. فلو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي تقدر تنضم لجروب التليجرام ابطال ثالثه ثانوي من اللينك اللي هسيبه في الوصف او في اول تعليق. متنساش تكتب كومنت حلو. السلام عليكم.